هو للأسف فعلا من ضمن مشاكل البشرة الفروة الدهنية، انه لما باجي استخدم الشامبو بيسبب جفاف للشعر نفسه. فبيبقى من ضمن الروتين بتاع الفروة الدهنية ان انت تستخدم بلسم للشعر. بيبقى مرة بس كفاية في الاسبوع، من باب ان انا برطب الشعر. او خلال اليوم بنستخدم سيرم شعر للتصفيف او للتسريح، بيبقى بيرطب الشعرايه كويس جدا. او بنستخدم نوع شامبو تاني بس بيبقى اغلى شويه، بيبقى اقل شويه في انه يسبب الجفاف ده. هوري حضرتك مثال كده بالمنتجات. ده مثلا بلسم بنستخدمه مرة بس في الأسبوع كفاية، عشان برضو ما يزودش المشكلة بتاعة القشرة. مع الشامبو اللي هو مثلا افورال ده، كده الاتنين مع بعض، ده مرتين في الأسبوع وده مرة في الأسبوع. ده غير الشامبو اللي هو الاستخدام العادي. وبرضو خلال اليوم بنستخدم سيرم شعر بيبقى بالكولاجين، ده بيساعد ان يرطب الشعرايه كويس. وده نوع شامبو تاني بيبقى اغلى شوية، فرنسي. مشكلة الجفاف منه بتكون اقل شوية. يعني مثلا من كل 10 7 ما عادوش بيشتكوا من الجفاف و3 لسه بيشتكوا. فلو عايزين نجربه بجربوه. هو برضو اسمه شركة ايفا سيرم، كويس جدا عن تجارب مع الناس كلها يعني. واوقات لو الفروة نفسها اوقات لو الفروة فيها قشرة بزيادة، بنحتاج نستخدم كبسولات كده، بتبقى كبسولة كل اسبوع لمدة لمدة شهر. بس طبعا ده لازم تكون بوصفة طبية بعد استشارة طبيب جلدية يعني. الباقي ده كله عادي، ممكن استخدام كروتين يعني. واتمنى اكون فدت.